الحكاية بتبدأ في إحدى القرى الصينية بمطعم بسيط. مجموعة من الأصدقاء أنهوا الأكل وفضلوا يتكلموا مع الطباخ ويهزروا معاه. بعد كده والد واحد منهم قال لهم يرجعوا للتدريب ويبطلوا لعب. الثلاث شباب دول كان اسمهم شين وبينج ولي، أما البنت اسمها ماي وكانت أخت لي الصغيرة. ولما كانوا بيتمرنوا شين قال إنه في يوم من الأيام هيبقى معلم فنون قتالية أسطوري عشان يدافع عن الضعفاء، لكن بينج ولي فضلوا يتريقوا عليه لحد ما اتضايق منهم وزعل، فماي جريت وراها عشان تصالحه. وبعد أيام طويلة شين ولي راحوا لبيت صديقهم بينج للاحتفال بعيد ميلاده، لكنهم اتفاجئوا إن الجميع ميتين ومفيش حد عايش. بس الغريبة إن بينج كان مختفي وملهوش أثر، ده غير إن شين لقى إبر مسمومة موجودة في أجسام الضحايا. من هنا شين أخد الإبر المسمومة ووراها لمعلمه، فالمعلم اتخض وحس بالرعب لأن الشخص الوحيد اللي بيستخدم الإبر دي اسمه تيان لو. تيان أقوى سفاح في الصين كلها ومفيش أي حد قدر يمسكه أو يهزمه في قتال. فشين اتعجب وما كانش فاهم هو قتل عائلة بينج ليه. للأسف خبر موت العائلة وصل لعمدة القرية، فانصدم بشدة لأن تيان السفاح عديم الرحمة رجع من جديد، وأمر الجنود ينشروا الخبر في كل حتة ويطلبوا من الناس ياخدوا حذرهم. أما شين وصديقه ليه كانوا قلقانين على بينج لأنه لسه ما ظهرش، فشين بدأ يحقق في اختفائه وعلق لافتات في الشوارع للبحث عنه. بالليل شين فضل سهران وما كانش قادر ينام لأنه مشغول بالتفكير، لكنه سمع صوت غريب فجأة ولاحظ إن في سفاحين عايزين يخلصوا عليه. السفاحين دول تابعين لتيان لو وعايزين يقتلوا شين لأنه بدأ يفتش وراهم وممكن يكشفهم. بس من حسن الحظ شين ماهر بالفنون القتالية وقدر إنه يغلبهم بمساعدة معلمه. بعد ما السفاحين هربوا المعلم زعق لشين وقال له انت عرضت حياتك للخطر ولازم تهرب من القرية والا السفاحين هيخلصوا عليك. ده غير انه اتكلم مع شين عن المعلم صن خبير فنون قتالية عايش وسط الجبال ويعرف فن قتال سري ملهوش مثيل اسمه فن الباجي، لكنه ما بيدربش غير الناس اصحاب القلوب الطيبة اللي عندهم عزيمة رهيبة. فشين قرر يهرب من القرية ويتدرب عنده عشان ينتقم لصديقه بينج من السفاح تيان لو. من هنا شين ودع معلمه واصدقائه وانطلق في طريق وسط الغابات والجبال لحد ما قابل المعلم صن اخيرا، لكنه تجاهله ومرضيش يرد عليه. فشين وقف على ركبته وانتظره بدون كلام. في البداية المعلم صن ما كانش عايز يدرب شين لكنه فضل يراقبه من بعيد طول الليل والنهار، وبعد مرور 3 ايام شين فضل ثابت في مكانه لا بياكل ولا بيشرب. فالمعلم صن عرف ان عزيمته قوية واعطاه شنطته عشان يشيلها. طبعا شين حس بسعادة لان دي اشارة بان المعلم راضي عنه وتتبعه بدون كلام عشان يبدأ التدريبات ويتعلم فن الباجي السري. لكن المعلم صن غفله ورفض انه يدخله البيت لانه ما كانش متأكد منه بشكل كامل. عشان كده شين حاول يتقرب منه اكتر واكتر لدرجة انه اصطاد طائر السمان وطبخه ليه، فالمعلم صن اكله وشبع. في النهاية المعلم صن عرف ان شين قلبه طيب لانه جاب له اكل وكان بينام خارج البيت عشان ما يزعجهوش. تاني يوم شين فاق واتفاجئ ان المعلم بدأ التدريب وطلب منه يتمرن معاه، مع ان صن سنه كبير الا انه كان بيرفع احجار وزنها تقيل جدا ممكن يوصل ل 90 كيلو، وشين حاول يقلده لانه عايز يبقى قوي زيه. هدف المعلم صن من رفع الاوزان التقيلة هو انه يقوي اعصاب شين عشان يوجه ضربات مميتة ويقدر يستخدم التقنيات السرية لفن الباجي بقوتها الكاملة. في الوقت ده السفاح تيان لو كان حاسس بالغضب لان شين اختفى من القرية واتباعه ما كانوش لاقيين ليه اثر، فامرهم يقتلوا معلمه. بالفعل تاني يوم الناس اتلموا واتفاجئوا ان المعلم اتقتل، حتى ماي والعمدة عرفوا الخبر وحسوا بحزن شديد. اما شين وصن انهوا اول جزء من التدريب وشين مستواه اتحسن بشدة، فالمعلم صن طلب منه يرجع القرية لانه سمع ان في مشاكل هناك. بالفعل شين اخد راحة من التمرين ورجع لقريته، لكنه اول ما دخل اتفاجئ بلافتة موجود عليها صورته. وهنا كانت المصيبة، البوليس والناس كانوا فاكرين ان شين هو اللي قتل معلمه لان تيان لو الندل عمل ادلة مزيفة ولبس القضية فيه. فشين حاول يتخفى عشان محدش يعرفه، ولما وصل للمدرسة اللي اتعلم فيها الفنون القتالية افتكر ايام زمان وحس بحزن شديد على معلمه لانه رباه بعد وفاة والده. لكنه لما دخل
مكتب المعلم عشان يستريح اتفاجئ بإبرة سامة، فعرف ان تيان لو هو اللي قتله وحس بغضب شديد. لما شن كان خارج من القرية مي لمحته من بعيد وفرحت لانه رجع القرية وطلبت منه يقابل اخوها ليه. بالفعل شن سمع كلامها، لكنه اول ما قابل اخوها اكتشف انه اصبح مدمن بعد وفاة المعلم وفضل ياخد ممنوعات عشان ينسى همومه. فشن حس بالحزن وراح يعزي معلمه ووعده انه هينتقم له من تيان لو. بعد كده رجع للمعلم صن، وهنا صن قال له انت جاهز عشان تتعلم اسرار فن الباجي لانك عديت كل اختباراتي الصعبة. صن قال لشن ان فن الباجي بيعتمد على توجيه ضربات سريعة ومركزة باستخدام كوع اليد، وبيهتم كمان بثبات الرجل في الارض عشان الاعداء ما يقدروش يسيطروا في القتال. وبعد فترة طويلة من التدريبات في يوم من الايام شن صحي وملقاش معلمه، ولقى رسالة بيقول له فيها انا علمتك كل الاساسيات، وعشان تكشف قوتك الحقيقية لازم تقاتل من اجل الحق والدفاع عن الضعيف. فشن قطع على نفسه وعد انه هينفذ وصية صن وهينتقم لمعلمه من تيان لو الندل. لما شن رجع لصديقه ليه اتفاجئ ان في مجرمين خاطفين مي اخته، وهنا بنعرف ان ليهم ديون عند اخوها واخدوها رهينة بسبب كده. بس المشكلة ان شن مقدرش ينقذها لانهم هددوا بقتلها، فتعصب على ليه بسبب المشاكل اللي عملها وحاول يربطه عشان يوقف ممنوعات. لكن فجأة في 3 مجرمين ظهروا وبدأوا بالقتال مع شن، ومن حسن الحظ ان شن يعرف اساسيات فن الباجي ومسكهم طحنهم هما ال3. وبعد ما هربوا في شخص مجهول ظهر، الشخص ده كان هو صاحبه بينج. في البداية شن حس بسعادة لانه لقاه اخيرا، لكن بينج اتعصب عليه وقال له انت ندل لانك قتلت عائلتي. بينج اتهم شن بقتل عائلته لان الشخص الملثم اللي هجم عليهم بيقاتل زي شن بالظبط، ده غير انه كان معاه الكتاب الخاص بيه. فشن قال له انا مستحيل اكون عملت كده لان حضرت البيت مع ليه للاحتفال بعيد ميلادك. لكن المصيبة ان ليه هو كمان اعترف على شن وكان مصدق ان هو القاتل لان الاثار في موقع الجريمة مطابقة ليه بالظبط. فشن عرف ان تيان لو عايز يوقعه بمصيبة وهو اللي قلب اصدقائه ضده، وعزم انه لازم يبرأ نفسه ويكشف الحقيقة. في البداية شن اتنكر وراح يتكلم مع العمدة لانه الوحيد اللي بيثق فيه وهيصدق قصته، لكنه اتفاجئ ان في نزال مميت بين مقاتل صيني ومقاتل ياباني وكل الناس متجمعين بيتفرجوا عليه. بس للأسف المقاتل الياباني كسب بسهولة. طبعا شن اتعصب منه لانه هزق الصينيين وقرر يتحداه عشان يثبت قوته. بالفعل شن استخدم اسرار فن الباجي وضرباته المدمرة وافقدوا الوعي في ثواني قليلة، والعمدة حس بالفخر. بعد القتال شن شكر على استضافته وكشف تنكره ليه، فالعمدة قال له ما تخافش لان ربيتك من وانت صغير وعارف انك مستحيل تقتل معلمك او عائلة بينج، ده غير انه اعطاه 30 عملة ذهبية وطلب منه يستريح عشان يتكلم معاه. العمدة قال لشن انه ماهر بفن الباجي وطلب منه يدرب الشباب في القرية تحت ايده مقابل مبلغ مالي كبير، بس شن رفض باحترام لان المعلم صن طلب منه يحافظ على كل الاسرار وما يعلمش الفن القتالي لاي حد مهما كان. شن بقى عايز يرجع الفلوس للعمدة لكنه طلب منه يخليها معاه ويفكر في عرضه. بعد ما شن اخد العملات الذهبية راح عشان يدفعها للشباب اللي خطفوا مي، لكن الاندال اخدوا الفلوس ورفضوا يرجعوها، فشن اتعصب عليهم ونزل فيهم طحن بدون رحمة. شن استخدم ضربات فن الباجي القوية في تدمير المجرمين واحد ورا واحد لحد ما شق طريقه لمي وانقذها من الخطف. بعد كده قرر يولع في صناديق الممنوعات لانها بتفسد شباب القرية وبتأذيهم، فتجار الممنوعات حسوا بالغضب وقرروا يبلغوا قائدهم الكبير. وهنا شن راح للي وقال له انه حرر اخته من الخطف لكنه سابه مربوط عشان ما يرجعش للممنوعات. بس فجأة مي ظهرت وقالت ان في واحد من المجرمين اللي شن ضربهم فقد حياته والبوليس قلبين الشوارع. فشن اتعجب لانه كان بيضرب ضربات ضعيفة غير قاتلة، ده غير انهم ال3 خرجوا من القرية وراحوا لمقر المعلم صن عشان يستريحوا هناك. لكن بعد فترة قصيرة شن قرر يرجع من جديد عشان يشوف جثة الشاب اللي مات ويعرف ايه اللي قتله. طبعا مي خافت عليه لكنه تجاهلها وكمل في طريقه، واول ما وصل للجثة لاحظ ان في حاجة غريبة في الجلد، ولما دور فيه اتفاجئ بإبرة سامة فعرف ان تيان لو هو اللي قتله، واتفاجئ ان قبضة الضحية مقفولة ففتحها ولقى سلسلة شكلها مميز. لكن المفاجأة ان دي نفس السلسلة الموجودة مع العمدة، فاكتشف ان هو تيان لو الحقيقي. عشان كده قال لمي واخوها ليه
ليه انه هيواجه العمدة بشجاعة ومش هيخاف منه. بالفعل تاني يوم شين راح لمقابلة العمدة، لكنه سمعه هو ومساعده من بعيد وعرف ان هو السبب في نشر الممنوعات وتدمير الشباب بالقرية، فحس بغضب شديد. في الوقت ده ليه راح عشان يقابل بينج وقال له احنا عرفنا مين هو تيان لو الحقيقي. طبعا بينج كان غضبان لانه فاكر شين هو اللي قتل عيلته، لكن ليه قال له شين صاحبك العزيز ولازم تسانده وقت الشدة. اما شين وقف وش لوش قصاد العمدة اخيرا وقال له انا عارف كل اسرارك وجاي عشان انتقم. في البداية العمدة عمل نفسه عبيط ومرضيش يعترف، لكن لما شين قدم له الابرة السامة الخاصة بيه انكشف على حقيقته وقال ان هو تيان لو، وعمل كده من البداية لان والد شين كان عدو اللدود وافسد كل خططه زمان. بالفعل القتال ما بينهم بدأ، ومن الاول تيان لو سيطر بسبب خبرته الرهيبة بالفنون القتالية، لكن شين اتصدى له بالاساليب السرية اللي اتعلمها من فن الباجي. ده غير ان اصدقائه لي وبينج وصلوا عشان يساعدوه، فشين حس بالفرح لان بينج سامحه اخيرا، والتلاتة بدأوا بالهجوم. لكن للاسف وسط المعركة تيان لو الندل حاول يغفل شين بإبرة سامة، فبينج ضحى بحياته عشان ينقذ صديقه. وهنا التلاتة اضطروا يهربوا وحاولوا يوصلوا بينج لطبيب بأسرع وقت، لكن بدون فايدة لان إبر تيان لو المسمومة مدمرة جدا. قبل ما بينج يفقد حياته اتأسف لشين لانه شك فيه وقال له انا طول عمري بعتبرك زي اخويا ولازم تنتقم ليا ولعيلتي. بعد كده فقد حياته، فشين حس بحزن رهيب، وهو وليه وعدوا نفسهم انهم هيخلصوا على تيان لو واتباعه بسبب افعالهم. بعد وفاة بينج شين ما كانش بيفكر غير في حاجة واحدة بس، وهي الانتقام من تيان لو. عشان كده رجع للتدريب على فن الباجي طول الليل والنهار بدون توقف، لحد ما بدأ يستكشف مهارات جديدة مع الوقت وقدر انه يظهر قوته الحقيقية اخيرا. وفي يوم من الايام وسط الليل شين صحي بدون صوت، واستغل ان ليه واخته مي نايمين في انه يتسلل للخارج ويروح ينتقم من تيان لو. بالفعل شين وصل لبيت تيان بدون ما اي حد من الحراسة يلاحظوه، ولما كان بيتجسس عليه لاحظ انه قاعد قصاد مراية وبيجفف وشه. وهنا بتظهر الحقيقة المرعبة، تيان لو كشف قناعه واظهر ان هو معلم شين اللي ضربه من صغره، فشين اتعجب بشدة وما صدقش نفسه. في النهاية المعلم عرف ان في حد بيراقبه وخرج لشين عشان يواجهه بالحقيقة. طبعا شين سأله هو عمل كده ليه، فالمعلم حكاله على كل حاجة وقال ان هو ووالد شين كانوا اصدقاء وسرقوا مبلغ مالي كبير، لكنهم قبل ما يصرفوه والد شين ضميره صحي وقرر يرجع الفلوس، فالمعلم قتله وفضل يخطط طول السنين دي الانتقام من شين لان والده افسد خططه، وقرر يخلص على العمدة وينتحل شخصيته عشان يسيطر على امواله. في النهاية شين اقتنع ان معلمه مجنون وبدأ بالقتال معاه عشان ينهي شره، وبكده شين حارب معلمه اللي رباه وعلمه الفنون القتالية من صغره. في البداية الاتنين نزلوا طحن في بعض، لكن المعلم اتفوق بسبب خبرته الكبيرة ووقع شين على الارض. وهنا شين استجمع قوته ووقف من جديد. بعد كده استخدم فن الباجي المدمر بقوته الكاملة. شين بدأ يتحرك بثبات رهيب ووجه ضربات مدمرة جدا ممكن تشق الحجر، لحد ما المعلم ضعف وما كانش قادر يقاوم. في النهاية شين مسك المعلم ظبطه وكان هيخلص عليه، فالمعلم فضل يعيط وقال انه اسف على اللي عمله وهيسلم نفسه للبوليس، لكنه قذف شين بإبرة سامة وحاول يغفله. طبعا المعلم فرح وافتكر ان شين مات، لكنه في الحقيقة اتصدى للإبرة باستخدام كتابه الخاص ورجع المعركة من جديد، بس المرة دي انهى على المعلم تماما وافقده الوعي لحد ما البوليس وصل وقبض عليه. قبل ما المعلم يروح السجن اعطى شين اسراره وقال له انت شاب موهوب ولازم تنقل معرفتك لكل الاجيال الجايه. فشين قدم له الاحترام مع انه قاتل مجنون لانه هو اللي علمه الفنون القتاليه من البدايه. وده كان ملخص الفيلم. اشترك يا صديقي عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.